قصة اليوم هي قصة امرأة حسناء ولكنها تحولت إلى أبشع امرأة في العالم. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير، وياكم أوس من قناة قصصكم. ولدت ماري عام 1874 في إنجلترا من عائلة مكونة من 8 أطفال. وفترة شباب ماري كانت بنية كلش جميلة، كانت تعمل ممرضة في إحدى المستشفيات البريطانية. وتزوجت عام 1903 من بقال كان اسمه توماس بيفان. وبعد زواجها أصبحت ماري أم ل4 أطفال. وبدت معاناة ومأساة ماري بسن 32 عندما أصيبت بمرض نادر يعرف باسم متلازمة العملاقة، سبب زيادة غير طبيعية في إفرازات الغدة النخامية، خصوصا الهرمونات المسؤولة عن النمو. وبسبب هذا المرض حول ماري من امرأة جميلة إلى امرأة مشوهة بالكامل، بحيث ضخمت أطرافها وتغيرت ملامح وجهها، بالإضافة إلى إصابتها بأعراض مؤلمة كالصداع وضعف البصر وآلام المفاصل والفقرات. اللي زاد عليه الأمر هو فصلها من وظيفتها بسبب مرضها، ووفاة زوجها بعد فترة من مرضها. وبسبب وفاة زوجها أصبحت غارقة بالديون ومفلسة تماما. وكانت ماري بحاجة شديدة إلى المال حتى تقدر توفر لأبنائها لقمة العيش وتوفر متطلباتهم. فكرت ماري وقررت أنه تشترك بمسابقة كانت معلن عنها بالجرايد، والمسابقة تتضمن اختيار أبشع امرأة. أخفت حزنها ماري واشتركت بالمسابقة، وفازت بالجائزة اللي هي قيمتها $50. وفوزها بهاي الجائزة وفر لها عمل بالسيرك. والسيرك بذاك الزمان كان يقدم فقرات عن الأشخاص اللي عندهم عاهات أو عندهم تشوهات خلقية أو شغلات نادرة وغريبة، واللي كانوا يسمون ذاك الوقت المسوخ. كسب السيرك أرباح مضاعفة بعد إعلان عن تقديم ماري كأبشع امرأة في العالم، لتقدم فقرات وبعض العروض. كانت ماري تتألم من ضحك الناس وسخريتهم على شكلها، بالإضافة إلى ظروف العمل بالسيرك كانت كلش صعبة ومرهقة، اللي تسبب تفاقم المشاكل بالفقرات والمفاصل عند ماري. وبسبب ظروفها الماري تحملت السخرية من الناس والآلام المبرحة اللي كانت تجيه، واستطاعت بتضحية أنها تربي أبنائها الأربعة وتعلمهم. برغم ملامحها القاسية والمشوهة، إلا أن ماري كانت إنسانة حساسة ورقيقة من الداخل. وكانت ماري كل ليل تبكي من سخرية الناس إلها بالسيرك، وخصوصا الأطفال اللي كانوا يشمرون عليها الإحجار وكانوا ينادوها بالوحش لين كان شكلها يخوفهم. ورغم هذا كانت ماري تقول لهم أنتم مثل أطفالي. واثناء تقديم أحد العروض من سنة 1933 سقطت ماري بوسط السيرك. صفق عليها الجمهور اللي معتقدين أنه سقوطها هو جزء من العرض، وقعدوا يضحكون على ماري الممددة بالأرض. واللي ما يعرفون ماري بسقوطها فارقت الحياة، فارقت القسوة والظلم والمعاناة، وراحت إلى رب كريم أرحم من هاي البشر. بعد ما تحملت ماري آلام مرضها وسخرية وإهانة الناس، ودخلت مسابقة أبشع امرأة بالعالم حتى تحصل على $50. ومشت مسافات طويلة وهي ما مهتمة لا مفاصلها ولا بمرضها، وسوت كل هذا من أجل أولادها، وضحت براحتها من أجل راحتهم. وبهاي القصة تبين لكم ايش قد الإنسان بشع وقاسي. ولهنا خلصت قصتنا لهذا اليوم، إن شاء الله عجبتكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ونقول لكم دمتم في أمان الله.